أنا رندا مجدي ودي بارت 1 حاجات اتعلمناها لما كبرنا في السن شوية. حاجة من الحاجات اللي كنا بنسمعها كتير من أهالينا ونصيحة كنا بنسمعها من الناس الأكبر مننا في السن هو إن احنا ما نتعاطفش مع حد ونسمع الحدوتة من وجهة نظر واحد بس، متسمعش الموضوع من طرف واحد، لأن ببساطة الموضوع أكيد ناقص حتة صغيرة، أكيد ناقص تفاصيل صغيرة، مش تفاصيل هو مخبيها عليك ولا قاصد إن هو ما يقولهاش، تفاصيل تخص الطرف التاني. ليه عمل كده؟ ايه مبرراته ان هو عمل كده؟ كان احساسه ايه ساعتها؟ ايه الموقف اللي خلاه يتعامل بالطريقة دي او يكون عنيف بالشكل ده؟ او ان ايه اللي وصل الموضوع اصلا ما بينهم هما الاتنين للموقف ده؟ دي حاجة من الحاجات. حاجة التانية ان ممكن الطرف اللي انت بتسمع له دلوقتي انت بتسمع له وهو في عز غضبه وهو في عز زعله، زعلان قوي وغضبان قوي، فمشاعره كلها اللي هو بيحكيها لك هي مش مشاعر حقيقية، هو بيحكي لك في عز ما هو جوه الموقف. ممكن بعدين كمان شوية لما يهدى والمواضيع تهدى خالص وهو ياخد وقته في التفكير وياخد وقته ان هو يستوعب الموقف ده حصل فيه ايه وتفاصيله حصلت فيها ايه، يجي يعتب عليك انت اصلا ان انت ازاي ما هدتوش، ازاي سمعت منه الموضوع وما عرفتش تحتويه، ازاي وافقته على غضبه ده، ازاي وافقته على انه عمل كده. وساعتها ممكن ما تكونش انت اللي غلطان، لان انت تعاطفت مع الموقف اللي قدامك، تعاطفت مع غضب وحزن وزعل حد قدامك انت بتعزه او بتحبه، او حد جالك عشان يلجأ لك عشان يفضفض لك من حاجة معينة، فانت تعاطفت واديت رد الفعل، ممكن تتعاتب بعد كده على رد الفعل ده. عشان كده افضل حل في المواقف اللي شبه كده ان انت تبقى واقف في السطر اللي في النص ما بين الطرف الاولاني والطرف التاني، مش واخد طرف حد فيهم ومش واخد ناحية حد ولا بتدافع عن حد، انت بس بتوزن الامور بالعقل وبترد على كل الحاجات اللي بتتقالك بالمنطق وبالمبررات اللي بتتقالك بس، وفي نفس الوقت بتحاول تهدي الدنيا ان كل الحاجات دي حصلت ليه، سبب الغضب ايه، مش يمكن انت مضغوط شوية، تدي كل المبررات والأعذار للطرف اللي قدامك عشان تفتح له في مخه كل الأسئلة اللي هتجيله لما يهدى شوية ويبتدي هو يفكر مع نفسه، وفي الآخر تديله نصيحة صغيرة إن هو يعيد ترتيب الموقف تاني مع نفسه لوحده، لأن طول ما انت بتتكلم معاه هو الغضب بيزيد. احنا سمحنا الغضب ده يطلع وسمعناه وفضفضنا واتكلمنا، بس أي رد فعل على الموقف ده أو أي قرار هيتاخد ليه علاقة بالموقف ده ما يبقاش طالع من عندك انت، يبقى طالع من عند الطرف اللي بيحكي لك، بس عشان احنا بشر لما بنهدى قراراتنا بتتغير، فلازم يكون القرار طالع من عند الشخص نفسه، محدش أثر عليه ومحدش لعب في دماغه ومحدش غير في نفسيته ولا زود غضبه ولا زود الشعلالة اللي جواه. تاني حاجة بقى من الحاجات اللي احنا بنتعلمها لما بنكبر في السن واحدة واحدة هي ان احنا ما نثقش في الناس بسرعة. حاجة برضو من الحاجات اللي كنا بنسمعها من اهالينا ومن الناس الاكبر مننا في السن واكتر مننا خبرة، وطول الوقت بينصحونا ان ما تثقوش في الناس بسرعة وادوا لنفسكم وقت شوية ان انتوا تعرفوا الناس علشان تعرفوا تثقوا فيهم. بس احنا بحماس الشباب بنثق كنا في الناس جدا وبندي مساحة للناس كبيرة جدا، وده بيبقى نتيجة ممكن قلة خبرة، اندفاع زيادة، ممكن يكون شخصية البني آدم نفسه كده. بس في كل الحالات دي كلها لما الناس دي بتكبر في السن شوية ومع الخبرات ومع الدروس اللي بتتعلمها وبتتعلمها بجد بيتعلموا ان هما ما يثقوش في الناس بسرعة، لان ببساطة اللي احنا اتعلمناه ان الثقة ما بتجيش من الوقت، الثقة بتيجي من المواقف. الثقة بالظبط عاملة زي المبنى بتقعد تبنيه انت والناس اللي حواليك او انت والناس القريبين منك جدا، تقعدوا تبنوها طوبة طوبة ودور دور. الأدوار والطوب ده ما بيجيش في مدة معينة، ملوش وقت معين نقدر نقول ان خلاص الوقت ده عدى فاحنا كده نقدر نثق في الناس. ممكن ناس تقعد تعاشرهم سنين كتير بس مفيش ما بينكم مواقف تبني الثقة دي، مفيش حاجة تأكد لكم ان الناس دي فعلا بتحبكم بجد او الناس دي بجد بتقدركم او الناس دي جدعة معاكم او الناس دي لو حصل حاجة هتلاقوهم في ظهركم. سنين وانتوا بتتعاملوا معاهم على مواقف عادية جدا وبسيطة جدا مفيهاش اي دور من ادوار الجدعنة ولا الثقة ولا الصحوبية، فلازم يكون عدى في العلاقات دي شوية مواقف تبين لنا الناس دي بجد لما ناس اتكلمت علينا هما ردوا ازاي، كان رد فعلهم عامل ازاي، لما احتاجناهم في موقف بجد هما كانوا جدعين معانا ووقفوا معانا ولا باعونا وتخلوا عننا، لما كنا زعلانين ومحتاجينهم جدا ان احنا نفضفض معاهم وان احنا نقول لهم على شوية حاجات مضايقانا بيفضوا لنفسهم وقت
ولا كانوا بيكبروا دماغهم ومش عايزين يسمعوا حاجة مننا علشان هم مش فاضيين لنا أصلا؟ لما كنتوا بتتصلوا بيهم كتير علشان يبقوا معاكوا في مواقف حلوة أو وحشة، وكانوا بيتهربوا منكوا لأن انتوا آخر اهتماماتهم. لما قلتلهم سر، لما قلتلهم حاجة مهمة في حياتكوا، السر ده اتذاع وطلع منكوا انتوا الاتنين، ولا فضل مكتوم ما بينكوا انتوا الاتنين ومحدش يعرف عنه أي حاجة؟ مهما حد اتكلم قدامهم في الحاجة دي بيعملوا نفسهم ان هم ما يعرفوش حاجة خالص. الناس دي أمينة عليكوا وعلى أسراركوا وعلى سمعتكوا وعلى حياتكوا وعلى فرحكوا وحزنكوا، ولا الناس دي مش فارق معاها كل اللي احنا قلناه ده؟ الناس دي بتتعامل مع الحاجات دي كلها على انها حاجات عادية، مش مهم سر اتقال نقوله لأكتر من حد عشان احنا بنهزر دلوقتي وبنضحك، فدي ماتيريال لذيذة جدا ان احنا نتكلم فيها، سواء بقى على حاجة حصلت لكم تضايقكوا او على موقف ان انتوا تعرضتوا له، على محنة انتوا عديتوا بيها. ولا الناس دي لما كانوا عارفين عنكم سر، لما اتضغط عليهم شوية قالوا السر ده عادي جدا ولا كأنهم حاسين بالذنب، ولما تيجي تواجههم يقولوا لك اصل احنا اتضغط علينا. لو كان اتضغط عليكم في حاجة تخصكم ما كنتوش هتنطقوا حرف واحد. كل الحاجات دي مواقف هي اللي بتبني العلاقة اللي فيها ثقة، اللي تقدر تقول بعدها ان انا بثق في الحد ده لان هو امين عليا، زي ما انا بخاف على نفسي هو كمان بيخاف عليا بالظبط. ثالث حاجة، ودي مش كل الناس بتعرف تعملها، بس هي حاجة مهمة جدا ان احنا نتعود عليها ونعملها في حياتنا، ان انت طول الوقت يكون عندك بلان بي. بلان بي لأي حاجة في حياتك. دلوقتي انا كويس ومبسوط، بلاش قوي الثقة الزيادة ان انا كل حاجة في حياتي تمام دلوقتي وان انا مش فارق معايا اي حد ولا وجود اي حد، علشان عادي جدا المواقف كلها بتتغير، الدنيا كلها بتتغير في لحظة. لازم يكون عندك بلان بي. عندك بلان بي في الشغل، ان ممكن يحصل اي ظرف دلوقتي خليني اضطر ان اسيب الشغل او اسيب المكان او الناس تتخلى عني وتمشيني، لازم يكون عندي بلان بي. لو ده حصل انا هسعى في الطريق التاني. وبلان بي بقى في العلاقات، في الحياة، في تربية الولاد، في اي مشوار انت بتعمله. كل حاجة في حياتنا بنعدي بيها او موقف حتى صغير بنعدي بيه هو مش تحت سيطرتنا الكاملة، مش محطوط في الفريم بتاع البلان بتاعتنا واحنا واثقين 1,000,000% ان هي دي البلان اللي هتحصل، واحنا مفيش حد ممكن يغيرها ومحدش ممكن يغير حاجة احنا عايزين نعملها. بس لازم يكون عندنا بلان بي لان الدنيا بتتغير والاقدار مش بايدينا. فبلان بي ان ممكن يحصل لنا حاجة تانية نبقى مستعدين نفسيا، ممكن حاجة في ايدينا احنا شبطانين وفرحانين قوي بيها دلوقتي ممكن تروح، نبقى مستعدين برضو نفسيا، نبقى عارفين وعندنا يقين ان مش كل الحاجات دي احنا عندنا سيطرة كاملة عليها. البلان التانية بلان بي مش بتاعتنا، بس احنا كل اللي نقدر نعمله في بلان بي ان احنا نبقى جاهزين لها، نبقى محضرين نفسنا نفسيا ان ممكن ده يحصل، وانا مقتنع وراضي بيه ومجهز نفسي على الوضع ده. حاجة كمان اتعلمناها لما كبرنا ان احنا ما نحكمش على حد. الموضوع صعب شوية ان احنا نتعود عليه ونأقلم نفسنا عليه، وخصوصا لو الناس اللي حوالينا طول الوقت متعودين ان هم يرموا اللوم على الناس او كمان ممكن ان هم يحاسبوا الناس. فان انت تعود نفسك انك ما تحكمش على حد وان مش من حقك انك تحكم على حد محتاج مجهود، بس المجهود ده يستاهل، لان مع الوقت ومع السن لما بيكبر بنبقى محتاجين قوي يبقى عندنا الصفة دي في حياتنا، تبقى شخصيتنا قايمة على الصفة دي، لان لما بنكبر بنكتشف ان احنا مش ضامنين ابدا ايه اللي ممكن يحصل في حياتنا او احنا ممكن نمر بايه، او هل هتفضل اصلا شخصيتنا زي ما احنا دلوقتي عاملين عليها كنترول، ولا ممكن حاجات جديدة تحصل في حياتنا تخلينا شخصيتنا تتغير اصلا. ناس تخش حياتنا تغير في شخصيتنا، ناس تخرج من حياتنا تخلينا نخسر حاجات من شخصيتنا، تجارب مرينا بيها احنا ما كناش جاهزين لها ولا عايزينها اصلا ممكن تعلم شوية في شخصيتنا، وساعتها ممكن نكتشف ان احنا عملنا حاجات مش شبهنا اصلا، ما كناش متخيلين ان ده ممكن يطلع مننا احنا. دي حاجة ممكن احنا نعملها وبكامل ارادتنا، وكأننا في الوقت ده بنتفرج على حد تاني او على فيلم في شخصية تانية احنا ما نعرفهاش. حتى صحتنا ممكن واحنا اصغر في السن شوية تكون صحتنا مساعدانا ومقوية قلبنا على شوية حاجات نقدر نعملها، وان العمر لسه فيه وان احنا لسه مكملين ونقدر نعمل ونقدر نروح ونقدر نقف. بس مع الوقت بنكتشف ان الصحة دي حاجة مش في ايدينا خالص. بنبقى سامعين ان في ناس بتعيا واحنا في سننا، او في ناس بتموت واحنا في سننا عادي، كل الحاجات دي بنبقى سامعينها بس عشان سننا صغير مش مستوعبين الكلام، مش عارفين معنى الكلام. لما بنكبر شوية وصحتنا بتقل سنة سنة، مجهودنا في حاجات معينة بيقل، طاقتنا في حاجات بتخف كتير ومبقاش قادرين نعملها، بنكتشف ان حتى الصحة برضو مش في ايدينا. احنا عارفين المعلومة بس بنتأكد منها وبنتعامل معاها على انه امر واقع،
ان الصحة اللي كانت معايا السنة اللي فاتت السنة دي انا ما بقيتش اقدر اعملها، نفسي الطويل في حاجات ما بقيتش اقدر استحمله، طاقتي ان انا اعمل شوية حاجات ومجهود يمكن السنة اللي فاتت اقدر، السنة دي انا ما اقدرش. وفي اللحظة دي بنكتشف ان الناس اللي احنا اتريقنا عليهم زمان واحنا صغيرين او اصغر منهم في السن شوية وقلنا عليهم ان ايه ده، هما ازاي ما بينزلوش وما بيخرجوش، ازاي ما بيتفسحوش ويتنططوا زي ما احنا بنعمل، ازاي هما قاعدين كده وعاملين في نفسهم كده ليه، هما مش كبار قوي في السن للدرجة دي، هما ليه واخدين الطابع ده وعاملين نفسهم ان هما ناس كبيرة في السن. يمكن لما بنوصل لسنهم او بنقرب لسنهم بنفهم هما كانوا حاسين بايه. مش لازم يكون السن كبير قوي علشان ما يبقاش عندك طاقة انك تعمل حاجة، بس يمكن تفاصيل حياتك ويومك تكون واخدة من طاقتك ومن روحك ومن نفسك ومن جسمك طاقة اكبر بكتير جدا من اللي عنده 80 سنة، علشان الموضوع ما بيتقاس بالسن. هو عادي جدا تكون انت مريت بحاجات تكون اخدت منك شوية في الفترة دي طاقة اكتر من اللازم، فبنقف ساعتها ونقول ان احنا ما كانش لازم نتريق ولا كان لازم نحكم ولا نعلق على حد. بس هي ببساطة الحياة كده، بنتعلم شوية حاجات مش من الكلام ولا النصايح اللي بناخدها من حد، لازم نتعلمها احنا بنفسنا، لازم نمر ونعدي بيها علشان نقول الحاجات دي فعلا حقيقية، او انا اتعلمت ده، او الناس دي كان عندها حق. بس دي كانت بارت 1 من حاجات اتعلمناها لما كبرنا في السن شوية، مش لما حد قال لنا عليها ونصحنا بيها.